اهلا بيكم فيديو جديد معانا وفكرة حلوة وبسيطة وسهلة هنقدر نزين بيها شجر الكريسماس بتاعنا. هي ان احنا نعمل كور، برضو نقدر نستخدم فيها بواقي الخرز اللي موجودة عندنا. فكرتها سهلة جدا وبسيطة جدا، وهنشتغل بغرزة واحدة هي الغرزة الخماسية، يعني الكورة كلها خماسية. انا هنا هشتغل معاكم بخرز ضرس مقاس 12 وخيط السنارة المناسب ليه. تقدري انتي تشتغلي باي نوع خرز باي درجة، هتطلع معاكي الكور بمقاسات مختلفة، بس نختار الخيط المناسب ليها. هنا زي ما بقولكوا الكورة كلها غرزة خماسية، يعني كل غرزة من 5 خرزات. هشتغل اول حاجة هدخل في الخيط بتاعي اول حاجة 5 خرزات. هنا دخلت ال5 خرزات بتوعي، وبعديها هربط الخيط كويس، هعمل بيه عقدتين او 3 عشان اتأكد ان البداية بتاعتي ماسكة نفسها كويس ومش هتفك. تمام، انا هنا عملت العقدة بتاعتي، هحاول اشدها عشان ادخلها جوه الخرزة بتاعتي عشان ما تبانش، وبقية الخيط هحاول اداريه في الخرز والزيادة هقصها عادي. انا هشتغل معاكم الكورة بخيط واحد بس، طرف خيط واحد، مش هشتغل بطرفين، هشتغل بطرف واحد بس. كده انا هقص الزيادة بتاعتي وهشتغل بالطرف التاني بس. انا المفروض هشتغل على كل خرزة من دول دايرة خماسية مكونة من 5 خرزات، يعني كل خرزة هعمل عليها دايرة من 5 خرزات. معايا اول خرزة يبقى هدخل 4 على اول واحدة، كده هكون اول دايرة خماسية. دي اول خرزة هشتغل عليها. تمام، هدخل عليها 4 خرزات عشان اكون دايرة من 5 خرزات. دخلت 4 وهدخل بالخيط من الناحية التانية عكس الاتجاه اللي كان طالع منه الخيط، وهدخل في الخرزة اللي بعدها اللي هشتغل عليها. تمام، انا عملت الدايرة اهو من 5 خرزات، دي اللي هشتغل عليها. المفروض اني هشتغل على دي ودي معايا يبقى خرزتين، يبقى هحتاج 3 بس عشان اعمل الدايرة اللي من 5 خرزات. انا بشتغل على خرزة اساسية وبربط في الدايرة اللي قبليها بخرزة، يبقى كده خرزتين هحتاج 3. هدخل من هنا كده واطلع من الخرزة التانية. هشد الخيط كويس وكده تتكون معايا الدايرة التانية. يبقى انا عملت دايرتين خماسيين، هتنقل الخرزة التالتة وهشتغل عليها برضو دايرة من خماسية، بتبقى معايا خرزة وخرزة من الدايرة اللي قبليها اللي هربط بيها، يبقى خرزتين هحتاج 3 عليهم. يبقى كل اللي هحتاجه اني هدخل 3 خرزات بس. انا بدخل في الخرزة دي وبطلع بالخيط من اليمة التانية عشان اشتغل الدايرة اللي عليها الدور. كده دخلت 3، هدخل بالخيط من اليمة التانية عشان اكون الدايرة، بربط في الدايرة اللي قبلها، بدخل في الخرزة اللي واصلة بين الدايرتين والخرزة اللي انا شغالة عليها، تكون معايا دايرة من 5 خرزات. برضو اللي جاية هدخل 3 عشان معايا واحدة اساسية شغالة عليها وواحدة بربط بيها من الدايرة اللي قبلها، يبقى هحتاج 3 بس.
وكده برضو تبقى اتكونت معايا دايرة خماسية، وبدأت الكورة تلم معايا، بدأ النص اللي تحت بيلم معايا. دي اخر دايرة هشتغل عليها، اخر خرزة معايا، واحدة من اليمين وواحدة من الشمال، يبقى كده 3. هحتاج 2 عليهم بس عشان اكون الدايرة الخماسية. بطلع من الخيط على الخرزة اللي هشتغل عليها، واطلع في الخرزة اللي جنبها من اليمة التانية، كده يبقى معايا 3. هحتاج 2 بس. خرزتين 2 بس، وادخل في الخيط من اليمة التانية، من الخرزة اليمة التانية، وادخل في الخرزة اللي شغالة عليها، واطلع من الخيط بالخيط تاني من الخرزة اللي انا كنت طالعة منها، وتبقى اتكونت معايا غرزة خماسية، اخر غرزة خماسية في السطر اللي في الاول تحت. وكده اتكونت معايا نص الكورة كلها خماسية، غرزة خماسية اشتغلت عليها دواير خماسية. هطلع للدور التاني بعدها. الدور التاني انا طالعه من هنا من الغرز بالخرزة دي، هشتغل على الخرزتين مع بعض. الدور التاني هشتغل على 2، هاخد خرزتين مع بعض، يبقى هحتاج 3 عشان اكون الغرزة الخماسية. دول الاتنين اللي هشتغل عليهم مع بعض، يعني هاخدهم في الدايرة. معايا 2، هحتاج 3 عشان اكون دايرة خماسية. دول الاتنين هدخل في عكس الاتجاه، يعني لو طلع من اليمين هدخل الخيط في الشمال، ولو طلع من الشمال هاخد الخيط من اليمين، وكده تتكون الدايرة الخماسية. برضو هشتغل في الاتنين اللي بعديهم، معايا 2 تحت وواحدة اللي في الدايرة اللي همسك بيها، يبقى كده بقوا 3 خرزات. هحتاج 2 بس علشان اربط الدايرة. بدخل في الخيط بالخيط في الخرزتين اللي تحت، وادخل خرزتين 2، كده خرزتين، وهدخل في الخرزة اللي واقفة في الدايرة اللي قبليها عشان اربط الدايرة ببعض. بدخل في الخرزة اللي واقفة وفي الخرزتين اللي انا شغالة فيهم، وتبقى كده اتكونت الدايرة الخماسية. وهكرر نفس اللي عملته، هاخد الاتنين اللي بعدهم مع الواحدة اللي واقفة، يبقى 3. هحتاج 2 عشان اكون الدايرة. هرجع ادخل في الخرزة اللي واقفة، وامر تاني بالخرزتين اللي انا كنت شغالة عليهم، واخد كمان الاتنين اللي بعدهم عشان اشتغل الدايرة اللي بعدها. طريقة سهلة جدا، غرزة سهلة جدا، هتقدري تعملي منها كميات كبيرة قوي، تقدري تعملي منها اشكال كتير، الوان كتير قوي. تقدري تعملي بالمط، تقدري تعملي بالشفاف، تقدري تعملي بالمدور، بالضرس، باللولي، هيطلع لك نفس الشكل باختلاف الشكل بتاعه. بس نخلي بالنا نستخدم خيط مناسب للخرزة اللي انا شغالة عليه علشان تطلع الكورة متماسكة. هنا انا وصلت لاخر خرزتين معايا، اخر خرزتين هشتغل عليهم، ومعايا خرزة واقفة من اليمين وواحدة من الشمال، يبقى كده هحتاج واحدة بس عشان اقفل الغرزة الخماسية. هدخل في الاتنين اللي هشتغل عليهم تحت، وواحدة اللي واقفة برضو في اول دايرة اشتغلناها، يبقى كده معايا الاربع خرزات. هحتاج واحدة بس عشان اقفل الدايرة خماسية، وارجع تاني الف فيهم بعد ما اقفلها تاني عشان اقفل الدايرة كويس.
كده الكورة خلصت معايا، اشتغلت اخر دايرة، لكن الدايرة اللي فوق بتعتبر سايبة مش متماسكة مع بعض، فهلف فيها بالخيط، هلف بيها بالخيط مرة عشان ألم الكورة كلها. كده أنا بلف في الدايرة اللي فوق خالص اللي اتكونت معايا علشان ألم الكورة وتبقى متماسكة. كده أنا لفيتها كلها وخلصت معايا الكورة. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. كل اللي هعمله اني هعمل بقى عقدة، خلاص هقفل الشغل بتاعي، هعمل عقدة واشدها كويس علشان ما تفكش. ممكن اعمل عقدة او اتنين وامرر الخيط الزيادة في باقي الخرز عشان اشد العقدة وتدارى في الخرزة من جوه ما تبقاش باينة. هقص الزيادة وكده الكورة خلصت معايا. طبعا عاملين منها الوان كتير قوي، سهلة جدا جدا ومش بتاخد مننا وقت. اخر حاجة هعملها هو ان هجيب خيط ادخله في دايرة واقفله عشان اعمل لها حلقة تقدر تعلقيها في الشجرة، او ممكن تبقى ميدالية او ممكن حاجات كتير خالص. فهنا انا هعمل الخيط ده عشان اكون اقدر اعلق منها الكرة في الشجرة. اتمنى تكون الفكرة واضحة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنونا في فيديو جديد.